ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جهزت عصير رمضان ولا لسه؟ خلاص رمضان فاضل لي يوم واحد ورمضان بقى يجي، ونعمل بقى اول سحور مع بعض. كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. شهر الخير، شهر البركات. يلا بينا مع بعض نجهزه مع بعض. نعمل عصير التمر هندي وعصير العناب في البيت، احلى وانضف من بتاع بره. وكمان هقول لك على اسرار وكل حاجه تعمليها معاكي وازاي يظبط معاكي. معايا هنا حوالي تمن كده من الكركديه. انا جايبه ربع قسمته على نصين، هعمله على مرتين عشان طبعا العصاير اللي بتتعمل في البيت تقعد معاكي في البيت يعني ايه، من 3 ل5 ايام، يعني ما تقعدش معاكي اكتر من كده عشان الكميه معايا ما تبصي. فانا هعملها ايه، الجزء ده، وكمان مش هحطه في الفريزر، انا هعمله ايه خفيف مره واحده. وهقولك ازاي لو عايزاه تبقى يعني خام، هقولك تعمليه ازاي برضه. معايا هنا حوالي 8 كيلو من الكركديه هنزل عليه. انا معايا هنا لفه تمر هندي الاحلام، اللفه دي حلوه، كنت جايباها عامله 44 بالظبط، كانت عامله 44. هاخد كده مكعب كده او مكعبين كده صغيرين كده من التمر هندي، وهنزل بيهم على الكركديه. طبعا الكركديه بتاعي انا نقيته، بصيت فيه كده كويس، وشطفت شطفه بسيطه كده في مصفى كده على الحوض، يا دوبك شطفه خفيفه كده عشان الاتربه وكده اللي بتبقى من الشارع. واحطه في بوله بقى غويطه وواسعه، وانزل عليه بمكعب التمر هندي، واغطيه بقى بميه عاديه من الحنفيه، حوالي 2 لتر ميه من الحنفيه. مش هحط ميه سخنه، مش هحط اي حاجه. لو انت بتعاني من الضغط الواطي زي حالاتي، اعملي الطريقه ديت عشان ضغطك ما يوطيش ضغطك العناب، لان انا من النوع اللي العناب بيوطي ضغطي. هغطيه ب 2 لتر ميه عادي من الحنفيه. ده الكلام ده انا كنت بعمله بالليل. هاجي بقى تاني يوم بقى نبدا نشتغلوا فيه مع بعض. هعمل ايه برضو تاني دلوقتي؟ معايا برضو حوالي هنا لتر كده من الميه، هنزل عليه كده بباقي اللي هو التمر الهندي. انا خدت برضو مكعب صغير شيلته على جنب، قلت عشان لما اجي اعمل بقيه الكميه بتاعه التمر الكركديه، يبقى انا عندي ايه، مكعب ليها من التمر الهندي. عشان ايه؟ يبقى انا عندي حاجه برضو المره الجايه لما اعمل عناب يبقى حاجته جاهزه عندي، عشان ما اشتريش تمر هندي تاني، عشان يعني مش ناويه اشتري تاني. هاخد بقى بقيه المكعب بقى اللي هو لفه التمر هندي، هنزل عليها بحوالي لتر من الميه، واخد التمر هندي والعناب احطهم في التلاجة. اهم حاجه تحطهم في التلاجة. سبتهم انا عامله بالليل حوالي 12 ساعه اهوت، بقينا تاني يوم بقى عدى 12 ساعه. طلعت اول حاجه التمر هندي كده من التلاجة. الاتنين زي ما قلت لكم حطهم عليها ميه ساقعه من الحنفيه، ميه من الحنفيه عاديه، مش ميه مغليه ولا ميه سخنه، عشان تاخدي احلى نتيجه افضل نتيجه. بصوا انا بوريك اهوت ان التمر هندي يعني اتفكك معانا اهوت وباش معانا. هبدأ بقى اجيب ابدأ بقى اجيب المصفى معانا بقى عشان اصفي فيها بقى التمرين دي بتاعنا. بصوا انا بقى بوريكم، بصوا تفكك معانا كلته. لو عندك بقى شاش تصفيه فيها، بس انا بصراحه للاسف ما عنديش شاش، فزي لو انت زي حالاتي نقي اضيق مصفى عندك تصفي فيها الخليط بتاعك. شوفي اضيق حاجه عندك صفي فيها الخليط بتاعك، ممكن تصفيه مرتين كمان عشان تتاكدي ان مفيش اي شوائب نزلت معاه. اصفيه بقى كده كويس جدا، وهناخد تاني الخليط ده تاني، مش هنرميه ده، احنا هنحط عليه ميه طول ما هو بيغير معانا لون الميه وبينزل العصاره بتاعته، هنزوده ميه بميه بس شويه بشويه عشان ايه، يطلع معاكي مظبوط. حطيت عليهم بقى شويه ميه كده وسبتهم شويه كده، عملت حاجات تانية كانت جنبي، وبعد كده رجعتهم تاني صفيتهم. صفهم كويس جدا، ولو ممكن تغسلي ايدك وتعصريهم بايدك كويس جدا. هنجيب بقى ايه العصاره اللي فضلت معانا لسه، دي لسه كلاتها التمر هندي ده لسه كلاته فيه لسه سوائل. هنجيب بقى كده ونحطه في حله، وننزل عليه كده بحوالي مثلا نص لتر كده من الميه المغليه، ميه تكون سخنه من الكاتل. وهنزل عليها بحوالي كده تقريبا نص كيلو من السكر، او كوبايتين من السكر على حسب السكر ده حسب الرغبه. بس ما يعني الكميه دي مش كتير ولا حاجه، ان انت هتحلي بيها كل كميه التمر الهندي طلعت معاكي. والتمر الهندي بيحتاج سكر كتير قوي، هياخد معايا غلوه واحده بس كده على البوتاجاز. واول كده يعني ايه هنسيبه يهدى كده معانا شويه، وتبداي ايه تصفيه. حابه تسيبيه لما يبرد خالص في ميته صفيه، بس انا كنت مستعجله عشان عايزه اخلص لان بعمل كذا حاجه مع بعض. فهصفيه بقى كده كويس جدا من العصاره بتاعته. وكمان ميزه ان احنا حطينا السكر، ان هو يعني هي عشان السكر يدوب اكتر في الميه السخنه. وكمان حاجه بقى عشان الحركه ديت، لو انت حابه اللون التمر الهندي بتاعك يغمق، لو انت عايزه اللون يغمق معاكي تعملي الخطوه دي. مش حابه ممكن تسيبوهم من غير ما تشغليهم على البوتاجاز ولا حاجه، لما ينزل العصاره بتاعته التمر الهندي بقى ايه تبقى ايه تاخديه وتصفيه.
طيب يا امل، انا عايزه لونه يبقى غامق زي بتاع المحلات ده، لونه فاتح ولونه زي شبه البني كده، مش غامق زي اللي احنا بنشتريه من بره. هقول لك تعملي ايه لو حابه، بس خليكي كده احسن وافضل وصحي. لو حابه بقى اللون الغامق اللي احنا بنشتريه بره من عند بتاع العصير، هتروحي تشتري لون طعام من اللي هو الصحي ده من عند اي عطار الاسمر، بس تاخدي ذره بسيطه هتعرفي المعلقه عشان يسمر معاكي اللون بتاعه. طيب عايزين بقى ايه؟ بعد بقى ما صفينا كل الكميه بتاعتنا وحليناها، هننزل بذره كده على طرف المعلقه زي ما وريتكم ملح ليمون. ليه بقى؟ عشان يديكي نفس طعم العصير بتاع بره، وهيظهر معانا اللون كمان. هتقلبيه بقى كده بذره الملح ليمون، او ممكن تستبدليه بعصره ليمونه، يعني مش ما تكتريش. وتقومي جايه ايه مقلباهم في بعض بقى عشان يندمجوا كلهم ياخدوا نفس الطعم. وتبقى تفضيه بقى تقدمي بقى في الازاز بتاعتك في شفشه العصير بتاعك اللي انت ايه حابه تقدمي فيه. ما شاء الله، اللي هو يعتبر نص اللي هو قالب التمر هندي اللي عملناه مع بعض عمل معايا كميه كبيره قوي. لو انت حباه خام بقى مش هتخففيه في بقى ميه، تاخدي بقى اللي هو ايه اللي هو اول حاجه بقى اللي احنا نعناه فيه، وتاخديه بقى خام وتبداي تحطي بقى كميه بسيطه كده في الاكياس بتاعتك وتفرزيه في الفريزر. بس انا مش عايزاه خام لاني ما عنديش مكان خالص، ما عنديش فريزر، وبحط في فريزر التلاجة ومش مكفي. فانا هخففه وتعملي ده بقى مده صحته معاكي من 3 ايام ل5 ايام، يعني ما تسيبوش اكتر من كده عشان ما يبص معاكي. دي معانا بقى ايه تاني حاجه بقى نبدا نجهزه مع بعض؟ العناب. هبدا بقى اصفي العناب برضو كده كويس خالص بمصفى برضو تكون ضيقه. وهناخد برضو الكركديه او العناب اللي فاضل معانا والتمر هندي، وانا عامله كركديه تمر هندي هحط عليه برضو ميه واسيبه كده بقى شويه منقوع برضو فيها شويه. لو انت حباه خام هتعملي بقى الخطوه دي، تاخديه تحطيه مثلا في الدرق عندك تبقي عارفه ان هو خام، او تحبيه في اكياس وتاخدي بقى تطلعي بقى وقت تستخدم تاخدي كميه وعليهم السكر بتاعك وتحلي. انا كنت بوريكم الخطوه ديت ان هو كده ايه لو ده كده خام معانا، بس انا لا، انا هحلي كل الكميه بتاعتي. هرجع بقى اجيب بوله كبيره كده خالص، هحط فيها بقى كوبايه من الميه السخنه، واحط عليها حوالي نص كيلو برضو كده من السكر، عشان ادوب فيه السكر في في الميه السخنه عشان يدوب معانا كويس جدا، ميبقاش فيه يعني حبيبات. اقلبه كده كويس، وبعد كده هنزل عليه بقى ايه بكل كميه العناب بتاعتي. انا سِبت العناب اللي هو التاني ده منقوع كده في المَيّة اللي أنا حطيتها برضه شوية كده حوالي ييجي ساعة أو ساعتين، لو أنتِ مش مستعجلة تقدري تسيبيهم شوية وترجعي تاني يعني تكمّلي. هاقلّب بقى كُلّهم في بعض كده عشان كُلّهم يتحلّوا بنفس بالسُكّر بقى وكده. هنا بقى هاصفّي برضه كمية اللي هو إيه الكركديه والتمر هندي. هاصفّيهم كويس وهارجع أحطّهم تاني بقى في البولة الكبيرة اللي أنا حاطّة فيها كل الكمية وفيها التحلية، وأقلّبهم مع بعض كويس بقى عشان كُلّهم ياخدوا نفس الطعم. وكده بيكون جهز معانا أحلى عناب. طول معاكِ التمر هندي والكركديه بيغيّر معاكِ لون ولسه فيه عصارة، حطّي له مَيّة بشوية مَيّة بشوية مَيّة لحد ما تاخدي إيه العصارة بتاعته كُلّها. أبدأ بقى أفضّي العصير بقى في الأزايز بتاعتِك، أو شوفي أنتِ حابة تقدّميه إيه أو في الدورة أو في شفشق العصير، شوفي أنتِ حابة تقدّمي في إيه وتعملي. أنا عملت بقى ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة أوي، فبدأت بقى إيه عبّيت إيه كذا حاجة. ما شاء الله العناوي اللي عليه التمر الهندي عمل معايا بصوا يعني اللي هو الدورق البلاستيك ده 2 لتر، واللي هو التاني ده تقريبا حوالي لتر، والازازه دي لتر، يعني ما شاء الله عمل معايا حوالي 4 لتر بكميه كتيره قوي ما شاء الله. وحلو على فكره مش خفيف قوي برضو، تقيل معايا وطعمه جميل جدا. واللي هو التمر الهندي عمل معايا برضو حوالي 3 لتر بالكميه اللي انا عملتها معاكم. ما شاء الله طعمه جميل واروع وانضف، معمول في البيت ومخدوم ومعاكي يكفيكي شهر رمضان. لو ما شاء الله عندك مكان او عندك فريزر تقدري بقى تعملي كميه كبيره وتحطيها وتعمليها خام، وتشيليه عندك في الفريزر يا دوبك تطلعيه تخففيه بشويه ميه وخلاص. ويفضل لو هتعمليه خام تحليه برضو تعينيه متحلي جاهز عشان تطلعي تحطي ميه وخلاص، هو كده كده فيه السكر بتاعه تقلبيه مع بعض وخلاص على كده. اتمنى حضرتك تعملي لايك للفيديو وتشتركي عندي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش من دعوه حلوه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ويا رب تكونوا استفدتوا حتى لو بمعلومه بسيطه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.